مش عارف انا الرياضه اللي انا فيها دي. الف سلام عليك يا عطايتو يا حبيبي. لا انت جبت اجل الشبح. ليه يا عطايتو انت حبيبي؟ انت جبت اجل الشبح، انا هموت خلاص يا شبح. بعد الشر عليك يا عطا. والله الموت راح يا شبح. هو بس هو الشهر بس اللي الدكتور قال عليه انت لازم ما تقومش من عسير الشهر. شهر اقعد شهر هناكله منين يا عطايتو؟ مش عارف والله يا شبح والله. يا حول الله يا رب. والله ما عارف، ابعت اجيب سلفه بالشغل. سلفة؟ حد بيسلف حد اليومين دول؟ الدنيا غالية. طب اعمل ايه طيب؟ انا هنزل اشتغل بقى يا عطايتو. اشتغل يا بنتي، تعرفي تشتغلي حاجه؟ ايوه هتعلم واشتغل. اشتغل ده انا اشيلك يا عطايتو، ده انت جوزي حبيبي. هتشتغلي يا بنتي انت تعرفي؟ هدور على شغل. هقوم البس واروح ادور على شغل واشتغل. والله انت اصيله يا ابوحه حبيبي يا والله. عطايتو اصيله. تسلم لي يا رب. واقومك بألف سلامة. اعلانك هياخد قد كده غير الاكل والشرب. ربنا موجود، ربنا موجود ان شاء الله على خير يا ماشي يا عطايتو. ابوحه ماشي. هقوم ادور على شغل بقى. ها خلي بالك من العيال وانت قلق. بس شغله كويسه، ما تكونش شغله فيها حاجه يعني كده ولا كده يا ابوحه. لا انت تعرف عني كده برضه. لا يعني اقصد ما تشغليش في حاجه ما تعرفوش عشان ما تورطيش نفسك وتورطيني. يا عطيه اللي يسال ما يتوهش. هسال واعرف وهتصرف برضه يعني. هو الشغل في حاجه؟ الشغل ما فيهوش حاجه. يلا اقعد بالعافيه بقى. الخير يا عطا. سنوره اختي، سنوره ست الكل. مين حضرتك؟ لا انت مش عارفني. عايزه مين؟ انا مش عارفك ازاي يعني. مين حضرتك؟ انت صاحبة سماح؟ كل شويه تجيب لي كده حد من صحابها كده. ما انت سماح مش هنا في الشغل. حضرتك مين؟ مالك يا راجل؟ انت مش عارفني ولا ايه؟ انا موحة. انت موحة؟ واللي انت عامله في نفسك ده يا موحة، انت كنت ماشيه في الشارع كده. هذه المصيبه. انا اصلي بقيت باسم اسماء موحة بعد التعديل. اشتغلي مش اشتغلي رقاصه؟ اشتغلي رقاصه اكتر. اشتغلي ايه؟ مش اللي كنت رقاصات والله. رقصت ايه؟ عيب عليك. ده انا بقيت تاجر بتاجر في الموبايلات. ايه؟ بتتاجري في الموبايلات؟ ربنا يستر يا موحة والله. ربنا يستر، ربنا يستر. ما تكونش عامله نصايب بره في الشارع مش عارف ايه اللي شرع عليها الصوره السوداء دي. وخليكي تشتغلي. لا تكوني لبستينا في حيطه بره ونسجنوا. دي المصيبه يا عم. جايه عامله نفسها شبه الرقاصه. مش انا كده ازاي؟ بتاجر في الموبايلات وبقى معايا فلوس كتير قوي والناس كلها فرحانه بيا وعايزه تشتري مني. اي والله. اكتب ولا ايه؟ ايه رايك فيا؟ بقت حلوه؟ ايه رايك في النيولوك الجديد؟ لازم اعمل كده بقى، ما انا بقيت تاجر. تعديل ايه وزفت ايه؟ مش يوم يعدي كده ابدا. ولا يا شيخ شوف مين اللي بيخبط يا ابني. واحد عايزه. مين اللي عايشني؟ اتفضل يا استاذ اتفضل. مساء الخير يا فندم. مين حضرتك؟ حضرتك انا مدحت محضر من محكمة وجايب اعلان قضية. الاعلان مرفوع باسم الست سماح عبد النبي استاذ رشاد. يا دي المصيبة سماح. يا دي المصيبة. انا بقول برضه والله العظيم انا بقول اللي هي عاملة ده اقسم بالله العظيم ورا مصيبة. واللي انا عرفته يعني ان هي اخده موبايلات من شركة وماضيه على نفسها ايصالات امانة وورطه نفسها ورطه كبيره جدا وكانت بتحرق الموبايلات دي باسعار والناس كانت بتشتري منها بطريقه فظيعه. دي يعني كانت مسمعه قوي. موبايلات جايباها بتحرقها يا لهوي يا وبعدين طب وايه اللي عمل دلوقتي؟ وبعدين حضرتك بقى تمضي لي هنا باستلام الاعلان وتشوفوا لكم محامي كويس بقى يترفع عنكم وربنا يكون في عونكم والله يعني. ربنا يكون في عونك يا استاذ عطيه والله يعني بالبلوه اللي جات لك دي. امضي ايه؟ طب ما ينفعش ما امضيش. امضي ايه بس؟ ماشي يا استاذ امضي امر لله. عارف اقول لك ايه؟ استلم مني الاعلان لو سمحت واشوفك على خير ان شاء الله بقى في منك لله يا سماح. منك وجايه بقى وعاملين لي نيولوك وعاملين لي مش عارف ايه. ولا اقول والله برضه ما فيش
دي السواد اللي حط عليك يا عطيه، مش عشان اشوف محامي يا عم تتسجن ولا تروح في داهيه، انا شوقت منها والله العظيم شوق. لا حول ولا قوه الا بالله، منك لله سامح عشرين وتقولي لك انا بشتغل يا عطيه ومش عارف ايه يا عطيه، اعمل ايه دلوقتي يا رب؟ اعمل ايه في الورطه دي؟ يا رب والنعمه يا رب، خلصني من الورطه دي يا رب.